اقوى مشهد تمثيلي ممكن تشوفه في مصر وفي الوطن العربي كله. هو انت يا اختي متضايقه كيلو البنان العيال ب 300 جنيه في السوق كله ب 200 جنيه؟ ايوه كده، بس عايزك تزعج شويه عشان انا مش سامعك. ب 200 جنيه خدوا، مش عايزه وقت الفلوس. ايوه عارفين يا جماعه، العيب الوحيد بتاع ام سجده انه صوتها ضعيف جدا. كل سنه وانتوا طيبين. عايزه علبه حلاوه المولد تكون بألف. انا عايز اقول لكم ان انا سامعها هنا من سوهاج من غير ما تطلع في الفيديو حتى. بصوا، هو انت يا اختي متضايقه كيلو البنان العيال ب 300 شوفها يا عودات لحسن تكون عسنادي من الشارع هناك هاي. المهم يا جماعه، لازم نمثل المشهد ده زي ما هترد عليها بالظبط كده. في السوق كله ب 200 جنيه خدوا، مش عايزه وقت الفلوس. مش عاجب جمال شكلك، ما تجيش تشتري انت وعيالك من عندنا تاني. ايوه رد عليها يا بنت، اوعي تسكتي لها. امال ايه؟ اوعي تكون ام سجده عايزه تاخد منك البطوله، لازم ترد عليها. مش عاجب جمال شكلك، ما تجيش تشتري انت وعيالك من عندنا تاني. يا سلام، هي دي يا جماعه ادوار الحمشنه والاكشن اللي مفتقدينها من ايام الزمن الجميل. بس قول لي يا عوضين، هم اللي في الفيديو ده حريم بس ما فيش رجاله؟ فيه؟ طب وريني. ما تتكلمي عاجل يا ولايه، بدل ما اخده وما بتجيش فلوس خالص. كدابة. ايوه كده، اعمل حاجه انت يا عم، اقلع نضارتك واعمل اي حركه كده. هو كدابة. يا سلام. عارفين يا جماعه، ده هو اللي واخد دور البطوله، يعني هتشوفه هيضرب الحريم اللي في المسلسل كله. خلاص اللي فتشنا في بضاعة، احنا اسعارنا غالية، ويلا بقى الصبح نهارك ابيض. ايه ده؟ هو ده اللي ربنا قدرك عليه؟ ويلا بقى الصبح نهارك ابيض. يا عم ده انا قلت هتزلزل الزلازل في المسلسل. كدابة. لا بص يا جماعه، الصراحه احنا محتاجين دور بطوله يكون اقوى من كده. الفيديو يا جماعه قصير، مش مستاهل ان انا اقول لك حط اللايك، مش هاخد منك ثانيه. طب جرب كده. ها أني زعلان. يلا حط اللايك يلا كده، وما تنسوش اخر الفيديو تدخلوا على التعليق المثبت. المهم هنخش بقى على اجمد دور في المسلسل الدرامي الفظيع ده. يلا بقى الصبح نهارك ابيض. بس كنسيلة لو عايز يفتشك هيفتشك. انا هاخد منك كيلو البانيه ب 200 جنيه، مفيش 300 دي. ايوه كده هو. يا سلام، المسلسل ده بيخليني انا اعيش جواه من كتر الاكشن اللي فيه. يعني بصوا، انا هفتشك. كنسيلة لو عايز يفتشك هيفتشك. ايوه شايفين يا جماعه الحركات ده؟ انا يعني شايفين العرق والمجهود اللي بذلته عشان بس اعرف اجلد الاستاذ جنزيره، مش قادر. مش نادي ده، انا هرازيك في وسط السوق كويس. منك لله يا محمد رمضان. الرسالة دي لمحمد رمضان، هقول له كلمة واحدة: أنا بيكو فريد السيطرة، أنا فيلم يد عنترة، أنا حمى بالأصول، ربك من جمهوري في ظهري مجزرة. Same man of state, but the phone the same money, man of okay, but the phone the same. ايوه هو اللي علم الناس دي هي تعمل كده هو. المهم يا جماعه، الاستاذ جنزيره مش يعني ممثل اكشن وبس، لا ده دمه خفيف. انا الايام الجايه هاكل بانيه عشان الدايت. شفتوا؟ بيقول لها انا هاكل بانيه عشان بس اعمل دايت. رجل الخروف. ما شاء الله، الاستاذ جنزيره يجمع بين القبول وخفه الدم. طب بصوا، يعني عايزكم انتوا تحكموا بنفسكم. بصوا على الحركه دي. ايوه كده، ده الحركه دي عملها العظماء قبله، عملها الاستاذ احمد. عارفين الاستاذ احمد السقا ما بقيش نجم الاكشن غير لما كان يعمل الحركه دي وهو كومبارس. يا سلام يا استاذ جنزيره. المهم يا جماعه عوضين، المهم يا جماعه سيبكم من جو الاكشن ده، وهنجيب لكم فقره غناء. تعالى يا حماده نقعد على السجاده ناكل فشار ونخلي بقهوه ساده. لا استنى يا عوضين، لا فشار ولا زمار، لا غير الفقره دي. روتين طبعا يا جماعه. اهم حاجه الاهتمام بايه؟ الاهتمام بالمؤخرة جعلته في المقدمة. طبعا ده هي الآنسة عاملة 8 فيديوهات للمؤخرة. فاحنا النهارده معانا سلسلة 3 فيديوهات هنتكلم فيهم عن جميع مشاكل المؤخرة. مش عارف انا ال8 فيديوهات هتحكي فيهم ازاي، يعني تخيلوا سلسلة فيديوهات عن ايه؟ ده انا لابسالك الحتة المفتشة يا حاج. ايوه يا جماعة، اصل احنا فاضيين وهنحكي. هتبتدي بقى تتكلم عن شدها وتكبيرها، السلسلة التانية بقى عن او رفعها وتصغيرها. يا جماعة من الاخر كده هتخليكم هنعمل من الاخر مؤخرة حلوة كده. اقول لكم على حاجة، بعد الواحدة ما تتفرج على فيديوهاتها هتبقى كده بالظبط.
ايه اللي حصل ده؟ زلزال؟ تفركي وتسيبي الفرقايه دي 10 دقايق وبعدين تشطفي بميه دافيه وترطبي ببيبي اويل. دي كده اول خطوه. نصنفر الجلد الميت، انسي في حمامك القديم خالص. الموبايل وقع من الفيديو. طب بص يا جماعه، هقول لكم على حاجه. هنسيبكم من الفقرات دي. وعوضين قال لي على حاجه انا مستغربها. قال ان فيه كابلز اللي هو الراجل ومرته يعني، او خطيبته ايه، راجل ومرته بيعملوا فيديوهات اسمه اختبار حمل. عوضين هو اللي منتجها الفقره دي، هجيبها لكم. ما تنسوش حط اللايك لو انت قاعد دلوقتي ما حطيتش اللايك. في التعليق المثبت مهم جدا جدا جدا. هتلاقي قناتي الثانيه بقدم عليه محتوى مختلف. عليا يحلف لك بالطلاق ان المحتوى اللي بقدم على القناه الثانيه هيعجبك. انت ادخل بس واحكم بنفسك. ما تنسوش قبل ما عوضين يجيب لكم الفقره، لو اول مره شفت اشترك في القناه وفعل الجرس. وكنتم مع مستر سيد. عايزه اوريكم. بصوا ابيض اهو. طب دي ايه دي؟ تابعوا بقى الفيديو الاخر معايا وشوفوا دي البانه. اللحظه اللي هعمل فيها التست ده ايه اللي هيكون النتيجه بتاعته ايه. خليكم فاهمين معايا. ما اعرفش بقى اي حاجه خلاص. طب ارمي ده كده مش بتاعنا الحاجات دي دلوقتي. يلا. استاذ الجمل يا عم بقول تشكى ما تسيبها لي وانت على بصوا دي كمان علبه الزبادي اللي جابها لي كلتها عشان اعمل لكم فيها ايه. خلي بالكم ده انا هجيب الكاميرا دلوقتي كده ايه سنه بسنه اللي بيحصل. طب ولا تابعوا بقى الفيديو. فيديو الزبادي. مش هيخش معايا طبعا يا جماعه. هجيب اطلع بره. بيسخن يغلي يولع. زي ما انتم شايفين اليوم معاي زينب واحمد. خلاص. امال حضرتك فاكر ايه يا حبيبتي؟ الفيديو عدى ال 200,000 لايك. اي لاف قبل ما اقول اي حاجه عايز اعرف صوت العرس ده جاي منين. يو. انا حزين. اخرس يا حيوان. طبعا يا جماعه في الفيديو اللي فات زي ما قلت لكم ان انا حاسه ان انا حامل. تمام تقريبا عشان ما اقدرش اكدب عليك انا راجل كوريكتور. انا عايز اقول لكم ان انا متحمس اكتر منها اقسم بالله. يعني نفس الاختبار يطلع ايجابي ما يطلعش سلبي، يعني يطلع ايجابي اللي هي حامل. والله هفرح، والله العظيم هفرح جدا. وبصوا هعمل لكم مفاجآت كتير وحاجات كتير. يعني انا متحمس جدا. وعايز اقول لكم ان الفيديو ايام من 7 ايام يعني يومين مش فارقه. وعايز اقول لكم حاجه، احنا ما جبناش اختبار واحد، احنا جبنا كذا اختبار عشان اخليها تعمل النهارده اختبار حمل، وتعمل بكره، وتعمل بعده عشان نتاكد. ومش كده وبس، لا هو انت يا اختي من ده كيلو البنان العيال ب 300 جنيه في السوق كله ب 200 جنيه. خدوا مش عايزه وقت الفلوس. مش عاجب جمال شكلك ما تيجي تشتري انت وعيالك من عندنا تاني. ما تتكلمي عاجل يا ولايه بدل برضه ما بتجيش فلوس خالص. كدابة لسه ما الخلاش اللي فتشنا في بضاعة. احنا اسعارنا غالية ويلا بقى الصبح نهارك ابيض. بس كنسيلة لو عايز يفتشك هيفتشك. انا هاخد منك كيلو البانيه ب 200 جنيه مفيش 300 دي. لا ديك معاك الكلام ده. ليه؟